السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد منعم من قناة منعم أكاديمي. طبعا لو دي أول مرة ليك في القناة أتمنى إنك تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي جاية. ما تنساش تاخد لفة بقية الفيديوهات إن شاء الله تستفاد منهم بأكبر قدر ممكن. كان في حد سألني في الكومنتس إيه الحاجات أو المتطلبات اللي المفروض أكون واخد بالي منها وأنا بقدم أو وأنا خلاص بمضي الكونتراكت مع أي شركة ريموتلي. الفكرة هنا أو الرد على السؤال ده هو بيختلف من شركة للتانية، طبعا بناء على نوع الشركة اللي أنت مقدم فيها. يعني في شركات بتكون اوريدي عاملة بس انتيتي في مصر أو ليها اسم في مصر عشان تحولك الحساب بالمصري، وعشان في نفس الوقت يبقى ليها اسم في مصر وما يبقاش فيه اي مشكله في الموضوع من ناحيتك. فانت بيبقى ليك الضرايب بتاعتك، بيبقى ليك التامينات، بيبقى ليك المرتب، بس زي ما قلت بيبقى بالمصري. طب دي شركه وده بيبقى عقد عادي خالص، بيبقى عقد فول تايم، بيبقى كل حاجه فيه زي كانك شغال في مصر، بس الفرق الوحيد اللي انت شغال ريموتلي من البيت. يعني الشركه دي لو مش كاتبه في العقد اللي انت كمان شغال ريموتلي، ممكن في اي وقت لو بقى ليها اوفيس موجود في مصر تقول لك انزل عادي الاوفيس ده ومش قادر تتكلم معاها في اي حاجه. تاني نوع من الشركات وهي ان الشركه ما يكونش ليها مكان في مصر، ودوت بيكون ليه ميزه وليه عيب. الميزه بتاعته اللي انت بتبقى ضامن ان انا كده كده ان انا قاعد في بيتي، مش هنزل، مش هيحصل معايا اي حاجه، وان انا قاعد شغال من بيتي دايما، وبكل طبعا مميزات وعيوب شغل من البيت دي هيبقى لها فيديو نتكلم عليه. العيب بتاعها ايه؟ اللي انت بيبقى الكونتراكت بتاعك فريلانسنج. يعني ايه كونتراكت فريلانسنج؟ يعني بيبقى فيه بعض يعني الخوف شويه او التخوف من حته ان انا الشركه ممكن تمشيني في اي وقت. الشركه ممكن تيجي مره واحده حصل اي ظرف هنعمل لي اوف للناس، وانا شخصيا حصل لي ده قبل كده، وحصل الموضوع لاكتر حد من الناس اعرفهم شخصيا. طب انا ايه اللي يضمن لي حقي في حاجه زي كده؟ للاسف هو انت زيها زي اي حاجه موجوده في العالم حاليا، مفيش حاجه تضمن حقك في حاجه زي كده. الفكره كلها ان اي شركه طالما ادتك النوتس بيريود بتاعتك هتمشي، وممكن حتى لو شركه ما ادتكش النوتس بيريود تقول لك هديك الشهرين اللي موجودين وخلاص تتكل على الله. ده لو عملوا كده. فالفكره هنا ان برضه عشان تبقى عارف وتبقى في مخيلتك الموضوع كويس جدا، ان انا الحاجات اللي اخد بالي منها ان انا وانا بمضي بس هل ليا اجازات ولا لا؟ طب الشركه تديني اجازات ولا مش تديني اجازات؟ طب الضرايب الشركه تدفع الضرايب ولا مش تدفعها؟ لو انت اللي هتدفعها لازم تخليها من ضمن المرتب بتاعك. طب تالت حاجه الشركه تديك تامين ولا مش تديك تامين؟ رابع حاجه الشركه تديني لابتوب ولا مش تديني لابتوب؟ كل الحاجات دي انت بتاخدها في الاخر تحت بند المرتب بتاعك بس، عشان انت في الاخر بتتصرف في الحاجات دي من تلقاء نفسك، مش الشركه اللي بتعمل لك اي حاجه من دولت. طب في انواع تانية من الشركات، في انواع تانية من الشركات هي بتكون مسؤوله ان هي تجيب لك باكج كامله، مش اللابتوب بس، حتى تدفع لك الضرايب، تدفع لك التامين، وكمان بتبعت لك السالري بتاعك بالكامل، نت سالري مش جروس، اللي هو الفلوس اللي انت بتاخدها في ايدك عشان تتصرف انت فيها براحتك. فدول حاجتين لازم نكون واخدين بالنا منهم كويس جدا جدا جدا، ونبقى عارفين الفروقات ما بينهم ايه، وابقى عارف ايه اللي ليا وايه اللي عليا، وحطها كده تحتيها 100 خط، اللي انت لازم كل حاجه تبقى موجوده في العقد اللي ما بينك وما بين الشركه ديت، عشان يوم ما بتتكلم انت بتتكلم بناء على الحاجه اللي موجوده في العقد، مش بتكلم بناء على حاجه ده قالها لي او ده قالها لي. فمره اخيره، اجازاتك، اللابتوب، التامين، والضرايب، حاجات لازم تبقى عارفها وانت بتتناقش مع اي شركه. لو شركه بره مصر في الطبيعي اللي هي ما تدكش اي حاجه من دولت وتديك المرتب بتاعك بس. طبعا ده بيختلف مره مليون من شركه لشركه، بس في الغالب معظم الشركات حاليا اللي بتعين ناس بتكون الشركه بره مصر ما بتدكش اي حاجه غير المرتب بتاعك، وبتكون انت عارف حاجه زي كده من الاول، فالحط ده في الاعتبار كويس جدا. بكده موضوع الفيديو بتاع النهارده يكون خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكالعاده طبعا لو عايز تسال على اي حاجه لها علاقه بالشغل الريموت او الشغل بره مصر او اي حاجه زي كده تقدر تسيبها في الكومنتس وهنجاوب عليها زي ما جاوبنا على السؤال ده. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.